يا أهلا بكل متابعين قصة فيلم. معانا النهاردة فيلم جديد، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ومش هوصيك بقى، شوف بالقهوة التمام ويلا بينا نبدأ. بيبدأ فيلمنا النهاردة مع واحدة اسمها ألموت، واللي بتكون بتلعب رياضة الصبح زي ما هي متعودة كل يوم، وبعد ما بتخلص بترجع على البيت وبتأكل الفراخ بتاعتها وبتدخل تعمل الأكل، وبتصحي جوزها توبياس عشان يدوق الأكل ويقول لها رأيه، وبيكون واضح إن هم عايشين مع بعض مبسوطين وبيحبوا بعض. ولكن المشكلة لما بنرجع بالأحداث لورا شوية بنشوف إن ألموت لما كانت في شغلها واللي بيكون عبارة عن شيف في مطعم، بنشوفها لما كانت بتطبخ في اليوم ده وكان عندها ضغط شغل، وفجأة حست إنها تعبانة ومش قادرة تقف على رجليها. وبعد شوية بتروح على الدكتور هي وتوبياس، وبنعرف إن عندها كانسر في مرحلة متأخرة، والدكتورة بتقول لهم إن مفيش حل قدامها غير إنها تاخد جلسات الكيماوي ويشوفوا لو الورم قل شوية عن الأول، وساعتها ممكن يعملوا عملية ويشيلوا الورم خالص. ولكن طول ما الورم كبير ونشط هيكون صعب إنهم يعملوا العملية، لأن ده خطر على حياتها وهيخلي نسبة نجاح العملية قليلة جدا. وكمان الدكتور بتنصحها إنها لازم تغير شغلها وإلا تبطله خالص، لأن شغلها بيخليها تبذل مجهود بدني كبير وعلى طول واقفة، وده بيعرضها لتعب كتير أكتر من اللازم. وبعد ما بتخلص بتمشي هي وتوبياس وبيفضلوا يتكلموا مع بعض إنها لازم تسيب الشغل، ولكن ألموت بتقول له إن الطبخ ده هو أكتر حاجة بتحبها في حياتها، وإنها دلوقتي بقت كبيرة الشيفات ووصلت لإنجاز بتحلم بيه طول حياتها وأكيد مش هتتخلى عنه بسهولة. ولكنه بيفضل يقنعها إنها لازم تاخد الجلسات وتحاول تتعالج وتقلل المجهود البدني شوية، وبتقول له إنها لسه بتفكر ومش عارفة هتعمل إيه في الفترة اللي جاية. ولما بيركبوا العربية مع بعض عشان يمشوا بنشوف إن جالها رسالة من واحد معاها في الشغل بيسألها عن مسابقة الطبخ الدولية ولو كانت هتشترك فيها ولا لأ، وهي بتشوف الرسالة ومش بترد عليه. وبعد شوية بيرجع توبياس على البيت وبيفضل يفكر ممكن يعمل ايه عشان يساعد ألموت، وساعتها بيفتكر زمان لما كان عايش لوحده وكانت في مشاكل بينه وبين مراته الأولى، والاتنين كانوا متفقين على الطلاق وكل واحد فيهم كان عايش في مكان لوحده. وساعتها توبياس كان عايش في فندق عشان قريب من الشغل بتاعه، واتفاجئ وقتها ان في اشعار من المحكمة بدعوى الطلاق مقدمها مراته الأولى، وهو ساعتها قال ان دي احسن حاجة ممكن يعملوها في الوقت ده، وقرر ان هو يمضي على الاشعار ويوافق على الطلاق. ولكن ساعتها لما جه يمضي بالقلم اللي معاه اتفاجئ ان القلم فاضي، وفضل يحاول اكتر من مرة، عشان كده قرر وقتها ان هو ينزل على اقرب سوبر ماركت ويشتري قلم جديد عشان يمضي بيه، وفعلا عمل كده. ولكن هو راجع بيعدي الطريق واتفاجئ بعربيه جايه بكل سرعتها وخبطته وعمل حادثه قويه جدا ودخل بسببها المستشفى. وساعتها لما فتح عينيه اتفاجئ بواحده قاعده قدامه، ولما سالها انت مين قالت له انا اسمي ألموت، وان هي اللي خبطته وجابته على المستشفى. وهنا قررت انها تفضل معاه لحد ما تطمن عليه انه بقى كويس. ولكن توبياس اعجب بيها من اول مره وقال لها انه خلاص بقى كويس، بس ألموت وقتها كانت مصممه انهم لازم ينزلوا ويقعدوا في اي مكان يتغدوا مع بعض عشان تعرف تعتذر له كويس. وفعلا نزلوا هما الاتنين مع بعض وقعدوا يتكلموا وياكلوا ويتعرفوا على بعض، وهي عرفته بنفسها انها شيف وان عندها مطعم صغير كده بس مش ماشي كويس، وهي نفسها تشتغل في مكان كبير عشان تظهر موهبتها في الطبخ. والاتنين فضلوا يتكلموا وكل واحد فيهم بيحكي عن حياته للتاني. وكان توبياس وقتها بيقول لألموت انه منفصل عن مراته وانه يعتبر عازب وعايش لوحده، والمشاعر اللي ما بينهم بدأت تتطور لحد ما وصلنا للوقت الحالي، واللي بنعرف فيه انهم متجوزين وعندهم بنت اسمها آيلا، وبيبقوا هما الاتنين بيلعبوا معاها وفرحانين. ولكن في الوقت ده ألموت لسه مش موافقه انها تاخد الجلسات بتاعه الكيماوي ولا انها تسيب شغلها، وتوبياس طول المده دي بيحاول يقنعها انها لازم تتعالج وتغير شغلها او تسيبه خالص عشان ترتاح. وبعد شويه بتروح ألموت على الشغل وبتقابل واحده في المطبخ اسمها جي، وبتسالها تعرف حاجه عن مسابقه الطبخ العالميه دي ولا لا، وجيب بتقول لها انها تعرف انها هيكون فيها احسن الطباخين في العالم كله، وانها لو دخلت المسابقه هتكون بتمثل بلدها المملكه المتحده. وعشان كده بتبدا ألموت تفكر وبتعرض على جيت انها تكون المساعده بتاعتها في المسابقه دي ويدخلوا فيها مع بعض، وجيت طبعا بتوافق وبتقول لها ان ده شرف ليها لانها بتعتبرها مثلها الاعلى. ومن الناحيه الثانيه بنشوف توبياس وهو في البيت وبيتكلم مع باباه عن ألموت وانه خايف عليها جدا، وبيفضل يقول له ان ألموت دي احسن حاجه حصلت له في حياته، وساعتها بيفتكر لما اتعرف عليها. وبنرجع بالاحداث مره ثانيه وبنشوف بعد اليوم اللي خبطته وقعدوا فيه في المطعم مع بعض، وساعتها بدأ توبياس انه من وقتها انه يروح لها المطعم بتاعها كل شويه ويقربوا من بعض اكتر لحد ما بقى في مشاعر حب ما بينهم هما الاثنين. ولكن في المرحله دي كانت اول مره تبان على ألموت اعراض الكانسر، وكانت بتتعب من غير ما تعرف هي تعبانه من ايه. ولما توبياس كان بيتكلم معاها عن طموحه وانهم يتجوزوا ويعيشوا مع بعض ويخلفوا، كانت بترد عليه وبتقول له ان الاطفال اخر اهتماماتها لانها عملت تحاليل وكشفت وعرفت ان عندها سرطان في الرحم وصعب جدا انها تخلف، وبتقول له انها كده كده مش بتفكر في موضوع الخلفه ده وعاوزه تعيش اللي باقي من حياتها وهي مبسوطه وخلاص من غير ما يكون في طفل او طفله معاها، عشان لو ماتت في اي وقت ما تحسش انها سايباها لوحدها. ولكن توبياس بيفضل يقول لها انها هتكون كويسه وهتتعالج وانه على طول هيفضل معاها. وبتعدي فتره بسيطه من وقتها وبنشوف توبياس عامل لها مفاجاه وحاطط لها شمعة على الارض ومستنيها لما ترجع من بره، وبيطلب منها الجواز وبيقدم لها الخاتم، وهي بتقول له انه مش مضطر انه يتجوز واحده مريضه زيها وممكن تموت في اي وقت. ولكن توبياس بيقول لها انه مصمم يتجوزها حتى لو هيعيش معاها يوم واحد بس، ومتاكد انها هتخف وهتكون كويسه وانهم كمان هيخلفوا وهيكون بينهم اطفال. وطبعا ألموت بتفرح جدا وبتقول له انها موافقه،
وبعدها بنيجي للوقت الحالي مرة تانية وبنشوف ألموت وتوبياس وبنتهم أيلا، وبنعرف إنهم أخيرا قدروا يقنعوا ألموت إنها تبدأ رحلة العلاج، وكمان بيشجعها توبياس إنها تحلق شعرها، وبيخلي أيلا تجيب علبة عشان تحتفظ بشعر مامتها عشان لما تخف يتفرجوا على الشعر الجديد وهو بيطلع ويتريقوا على الشعر القديم، لأن أكيد الجديد هيكون أحسن بكتير. وبعدها بيقرروا يخرجوا هما الثلاثة مع بعض عشان يقربوا من بعض أكتر، وألموت ما تحسش إن توبياس مش عاجبه شكلها الجديد، وبيفضل طول ما هما بره يقول لها كلام حلو وإنها جميلة وهتفضل أحلى واحدة في الدنيا كلها بالنسبة له. وبعد شوية بتبدأ ألموت جلسات الكيماوي، وبتكون متأثرة جدا وهي شايفة واحدة ست بتاخد معاها نفس الجلسات، والست بتنام وهي قاعدة من التعب والباروكة بتاعتها بتقع. وبعد شوية بتمشي وبتروح على المطعم، وبتقرر إنها توافق على المسابقة بشكل رسمي، وبتقول للمسؤول إن جيتا هتكون المساعدة بتاعتها وهتدخل معاها المسابقة. والمسؤول بيفضل يقول لألموت إنه متفائل بيها ومتأكد إنها هترفع اسم المملكة المتحدة فوق. ولكن قبل ما يبدأوا المسابقة على طول بتحس ألموت إنها تعبانة، وبتجري بسرعة على الحمام وبتشوف إن في نزيف من مناخيرها، وبتقعد على الأرض وبتبدأ تمسح الدم وتحاول إنها تتماسك، لحد ما بتدخل عليها جيت وبتستغرب من شكلها وبتسألها لو كانت شاربة حاجة. ولكن ألموت بتقول لها إنها تعبانة وإن عندها سرطان في الرحم، وبتعترف لها بكل حاجة، وبتطلب منها إن الموضوع ده يفضل سر ما بينهم لحد ما المسابقة تخلص. وفعلا بيخرجوا بعدها على المسابقة وبيخلصوا أول يوم بنجاح. وبعد شويه بترجع ألموت على البيت وبتفضل تتفرج على بنتها ايلا وهي نايمه، وبتكون مش مصدقه نفسها انها خلفت. ولما بيجي توبياس من بره بيفضلوا يفتكروا مع بعض الايام الصعبه اللي عدت عليهم هما الاثنين، وفضلوا متمسكين في بعض ومحدش اتخلى عن التاني. وبنرجع بالاحداث مره تانية وبتشوف الوقت اللي كانت بتقول فيه ألموت لتوبياس ان الدكاتره قالوا لها انها لازم تعمل استئصال للرحم، ولكن توبياس بيرفض وبيقول لها انه لسه متماسك بحلمه انه يخلف منها، وبيقول لها انها تاخد العلاج وهتشوف بعد فتره هتستجيب ولا لا. وفعلا بتبدا انها تاخد العلاج، ومع الوقت بتبدا حالتها انها تتحسن. ولما بتروح عشان تسال الدكاتره بيقولوا لها انها تقدر تخلف عادي، بس مش مطمنين ده هيأثر على حياتها ازاي وممكن تستحمل ولا لا. ولما بتفكر هي وتوبياس بيقرروا هما الاثنين ان هما ما يسمعوش كلام الدكاتره وانهم ياخدوا المخاطره ويخلفوا، ويفضلوا يعملوا اختبارات حمل كل شويه واكتر من مره لحد ما اخيرا بتعرف انها حامل، وده بيخليها طايره من الفرحه هي وتوبياس. وبعد شويه بنشوف ان ألموت قربت تولد وبتكون تعبانه جدا وكل شويه تحس باعراض الولاده، وكان توبياس طول الوقت جنبها وبياخدها كل شويه وبيجري بيها على المستشفى عشان يطمن عليها، لحد ما في يوم الاعراض زادت عليها جدا وكانت مش قادره تستحمل وعرفوا انها خلاص هتولد، وفعلا خدها بالعربيه وجري بيها على المستشفى. ولكن المشكله ان اليوم ده كانت الدنيا زحمه بطريقه مبالغ فيها، وده خلى توبياس يسيب العربيه وينزل يدور على اي حد يساعده لكنه ما لقاش. فقالت له ألموت انها عاوزه تدخل الحمام، فبيضطروا هما الاثنين ان هما ينزلوا ويروحوا على السوبر ماركت قريب من المكان واللي هما سايبين فيه العربيه. وساعتها بتدخل ألموت وبتقفل على نفسها، ولما بتتاخر بيخبط عليها توبياس عشان يطمن عليها. ولكن المشكله انها بتقول له انها مش عارفه تفتح الباب وانها اتحبست، وكمان بتعرفوا انها حاسه ان خلاص بتولد ومش عارفه تتصرف ازاي. وعلى طول بيجري توبياس يدور على نسخه من المفتاح، ولما بيلاقيها بيطلب من العامل يجي معاه يفتح الباب، وفعلا بيجي معاه لكن المفتاح بيتكسر في الباب. وساعتها بيجري العامل ينادي على المديره بتاعته، والمديره بتقول له ان مفيش حل قدامهم غير انهم يكسروا الباب. وفعلا بيبداوا هما الثلاثه يخبطوا على الباب بكل قوتهم لحد ما بيتكسر. ولما المديره بتشوف ألموت بتقول لتوبياس انهم مش هيلحقوا ينقلوها للمستشفى، وبتعرفوا انها لازم تولد هنا في اسرع وقت عشان اكتر من كده خطر على حياتها وعلى حياه البيبي. وفعلا بيبداوا كلهم يتعاونوا، وكمان توبياس بيتصل على الدكتور عشان يساله يعمل ايه وازاي يقدروا يولدوا ألموت، والدكتور بيفضل يقول له على شويه تعليمات وكلهم بيمشوا عليها لحد ما بيقدروا ان هم يولدوها بسلام. وتوبياس فرحان جدا ان ألموت خلفت وانها سليمه وما حصلهاش حاجه، وبيقرروا ان هم يسموا الطفل ايلا. وبنرجع للوقت الحالي مره تانية وبنشوف توبياس وألموت وهم قاعدين مع الدكتوره، وبتقول لهم ان لحد دلوقتي الورم لسه ما قلش، وان ألموت لسه ما سابتش الشغل بتاعها زي ما طلبت منها. وتوبياس بيفضل يقول لها انها لازم تسمع كلام الدكتور عشان تخف وتخلي بالها من ايلا لانها محتاجاها، وبيوعدوا الدكتوره ان المره الجايه ألموت هتكون احسن من المره دي. ولما بيمشوا من عند الدكتور بتروح ألموت على المطعم وبتفضل تتدرب هي وجيت على انهم يطبخوا في وقت معين عشان ده اللي هيحصل معاهم في المسابقه. ولكن المشكله ان هم ما بيلحقوش يخلصوا في الوقت المطلوب، وبيكونوا متضايقين جدا من الموضوع ده، وكل اللي حواليهم بيفضلوا يشجعوهم وبيقولوا لهم انهم اكيد هيقدروا يخلصوا في الوقت المطلوب. وبعدها بترجع ألموت على البيت وبيفضل توبياس يتخانق معاها وبيقول لها انها مش مهتمه بالجلسات وبتتعب نفسها في الشغل وبترجع متاخره، وهو مش عارف يعمل لها ايه لانها كده بتضر بنفسها. فبتقرر انها تقول له انها اشتركت في المسابقه ولازم تتدرب كل يوم وتبذل مجهود عشان تقدر تخلص الاكل في زمن قليل، وبتعرفه انها عملت كده عشان تسيب لبنتها ورث لما تموت، والناس تقول لها ان مامتها كانت بطله وكانت بتمثل بلدها في مسابقه دوليه وقدرت انها تكسبها. فبيقول لها ان بنتها هتكون مبسوطه اكتر لو مامتها اتعالجت وفضلت عايشه معاها طول الوقت، وهو كمان هيكون مبسوط اكتر طول ما هم عايشين مع بعض. ولكن ألموت مش بتقدر تقتنع بكلامه وبتقول له انها خلاص اشتركت ومستنياه يشجعها ويتفرج عليها من المسرح عشان هي متعوده طول عمره انه بيدعمها. وساعتها بيتأثر وبيفضل يقول لها انه هيكون معاها طالما دي حاجه هتخليها مبسوطه، بس بيطلب منها انها لما تخلص المسابقه تهتم بالعلاج بتاعها وتسمع كلام الدكتور. وألموت بتوعده انها هتعمل كده بمجرد ما المسابقه ما تخلص. وتاني يوم بتكون ألموت بتجري زي ما هي متعوده وبتشوف اعلان التزحلق على الجليد، وبتقول ان نفسها تلعب اللعبه دي بس بتقرر انها تستنى لحد بعد المسابقه، وبتخلص جري وبتروح على البيت
وجيت بتلاقيها حلقه شعرها هي كمان عشان تدعمها، وبتفضل الموت تشكرها على الحركه دي وبتبقى مبسوطه جدا. وبعد شويه بيروح على المسابقه هما الاثنين، وهناك بيكون توبياس وايلا قاعدين في المدرجات وبيتفرجوا عليها، وكل الجمهور الانجليزي بيدعمها لانها بتمثل بلدها. وبتبدا المسابقه وبيكون قدامهم 4 ساعات بس عشان يعملوا اكله صعبه جدا، وتوبياس وايلا بيفضلوا يشجعوها طول الوقت وهي بتطبخ لحد ما بيبدا الوقت انه يخلص. وبتكون الموت متوتره وعايزه تخلص بسرعه، بس المشكله ان ايديها بتبدا تترعش وبتكون مش عارفه تحط الفينش الاخير للاكل. وساعتها بتاخد منها جيت الطبق وبتحط هي اخر حاجه قبل ما الوقت ما يخلص على طول. وبعد ما المسابقه بتخلص بتقرر الموت انها تمشي مع توبياس وايلا من غير حتى ما تستنى اعلان النتيجه، وبيروحوا مع بعض على حلبة التزحلق عشان تلعب معاهم زي ما كان نفسها طول الوقت. وبتفضل تعيط وهي بتسلم عليهم قبل ما يمشوا عشان تروح تبدا كورس العلاج بتاعها، وهي عندها امل انها تخف عشان تفضل معاهم على طول لانهم كل حاجه في حياتها. وبعد شويه بيروح توبياس وايلا على البيت، وبيفضل توبياس يعلم ايلا كل الحاجات اللي مامتها كانت بتعملها بالظبط وهي بتطبخ، وبياكلوا الفراخ وبيطبخوها مع بعض، وهم بيتمنوا ان الموت تخف وترجع تعيش معاهم تاني ويفضلوا مع بعض طول الوقت. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده. ما تنساش تعمل لايك للملخص لو عجبك، وما تنساش تعمل اشتراك في قناه قصه فيلم عشان يوصلك الملخصات الجديده، وما تنساش تعمل فولو لصفحه قصه فيلم على الفيسبوك، هسيب لك الرابط بتاعها في البايو تحت. سلام.